اهلا بيكم في فيديو جديد في قناه مشجع زملكاوي. هنتكلم على استعداد نادي الزمالك لمباراه المريخ السوداني، هنتكلم على عزل رئيس النادي مرتضى منصور من رئاسه نادي الزمالك، هنتكلم على المدير الفني الجديد لنادي الزمالك. اتمنى قبل ما نبدا دعمكم من الزملكاويه للفيديو، اعمل لايك للفيديو ده، ولو انت جديد عندنا في القناه اشترك في القناه وفعل الجرس على الكل. ويلا بينا نخش على تفاصيل اخبار نادي الزمالك، وهنبدا باول اخبار معانا واستعداد نادي الزمالك لمباراه المريخ السوداني. المباراه بكره هتقام الساعه 9 مساء على استاد القاهره. طبعا كنا نتمنى ان الزمالك يكمل في البطوله الافريقيه، ولكن للاسف دي السنه الثالثه على التوالي الزمالك يخرج من دور المجموعات. عايز اقول لكم على القائمه اللي هيدخل بيها نادي الزمالك بكره المباراه. في حراسه المرمى عندنا محمد عواد، محمد صبحي، في خط الدفاع عمر جابر والونش وحسام عبد المجيد ومحمود شبانه، محمد طارق وعبد الله جمعه. خط الوسط عندنا رؤى وعمرو السيسي وسيف جعفر وسيد عبد الله نيمار، زيزو وشيكابالا واحمد بالحاج ومصطفى شلبي وابراهيم انداي وناصر منسي ويوسف اسامه نبيه. زي ما انتم شايفين في غيابات خط الدفاع زي احمد فتوح، حمزه المسلوسي، وعندنا كمان في خط الوسط عندنا غيابات زي دونجا وسامسونج اكينيولا. وكنا نتمنى ونسيت طبعا الجزيري، كنا بصراحه ان الزمالك يكون موجود حتى في دور الثمانيه في دور دوري ابطال افريقيا، ولكن للاسف الزمالك خرج بشكل سيء جدا بعد خسارته من شباب بلوزداد. ولكن الزمالك لازم يظهر بشكل قوي علشان حتى يستعد للعوده للدوري مره ثانيه. عندنا مباراه مهمه يوم 4/4 ضد النادي المصري، والنادي المصري نادي بالسهل. ولكن هقول لكم على التشكيل المتوقع بكره اللي يبدا بيه احمد عبد المقصود. هو في حراسه المرمى كالعاده محمد صبحي، خط الدفاع يكون سيد عبد الله نيمار وحسام عبد المجيد، محمد حمدي الونش وعبد الله جمعه، وعندنا اشرف رؤى وعمرو السيسي ممكن يبداوا، وقدام سيف فاروق جعفر ومصطفى شلبي واحمد السيد زيزو، ممكن قدام ناصر منسي. وده التشكيل المتوقع، ونتمنى ان اللعيبه تكون على قد المسؤوليه الفتره الجايه لحد نهايه الموسم، على الاقل ان احنا نحصل على المركز الثاني في الدوري ونشارك السنه الجايه باذن الله في دوري ابطال افريقيا. وتاني خبر بعد كده بيتعلق برئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، وفي اخبار بتقول ان هو يتم عزله خلال الساعات اللي جايه عن رئاسه نادي الزمالك. عايز اقول لكم ان هو قال من كام يوم ان هيكون في مؤتمر صحفي بكره داخل نادي الزمالك عشان يعلن على الجهاز الفني اللي هو المفروض يمسك نادي الزمالك الفتره اللي جايه، وهنشوف بكره هيعلن ولا لا ولا هيتراجع. ولكن عايز اقول لكم من ساعه لما هو بيظهر والمشاكل بتظهر في نادي الزمالك، المفروض بقى يحترم شويه ان احنا في شهر رمضان ويسكت شويه. عايزين الزمالك يمشي على الطريق الصحيح، وان احنا نرجع نظهر بشكل كويس في الدوري العام وناخد على المركز الثاني السنه دي علشان نعرف ننافس في دوري الابطال السنه الجايه، وعلى حتى ان احنا نشارك حتى في البطوله العربيه بمدير فني كويس ونظهر بشكل محترم. ولكن بالمشاكل دي لا انت هتعرف تاخد اي حاجه وهتطلع بموسم صفري اللي احنا لسه مكملين فيه. انا عايز اقول لكم ان الزمالك من ساعه 2023 وهو عامل رقم قياسي سيء جدا، كل السنه دي كلها مقضينها هزايم وتعادلات. فلازم بقى الزمالك يحس شويه باستقرار، ولازم رئيس نادي الزمالك بجد يدعم الفريق الفتره دي ويسكت شويه علشان نعرف نرجع مره تانيه للطريق الصحيح لطريق الانتصارات لنادي الزمالك. وثالث خبر بعد كده بيتعلق بالمدير الفني الاقرب لنادي الزمالك دلوقتي، وهو والتر ماتزاري. الفريق ده مسك نابولي وانتر ميلان، والسي في بتاعه شايف ان هو كويس جدا، ولكن هو السي في بتاعه ما فيهوش القاب وبطولات والكلام ده كله. ولكن واضح كده ان هو مدير فني شخصيه قويه، وفي نفس الوقت برضه امير مرتضى منصور مقتنع جدا بيه. هو المبلغ بتاعه عالي شويه، ولكن ممكن يوصلوا معاه لمبلغ مناسب يليق بنادي الزمالك ويتولى المسؤوليه. هو هيجي كمان بالجهاز الفني الكامل بتاعه، وهتبقى تجربه كويسه جدا، خصوصا كمان ان الزمالك محتاج لتغيير، وفي نفس الوقت برضه هو فكر جديد، وفي نفس الوقت برضه بقالنا كتير ما جربناش المدرسه الايطاليه. هو مدير فني ايطالي وهو كان لعيب سابقا، وانا شايف بصراحه ان المدير الفني ده كويس من خلال كمان السي في بتاعه، وحقق نتائج كويسه جدا مع نادي نابولي. وانا بصراحه شايف ان المدير الفني ده مناسب اكتر من المدير الفني الكرواتي اللي انا قلت لكم عليه امبارح ده. ونتمنى بصراحه ان الزمالك يخلص في الموضوع بسرعه، علشان احنا لسه قدامنا بطوله دوري، ولسه في سوبر هنلعبه ضد النادي الاهلي في شهر 5، ولسه عندنا بطوله عربيه، ولسه الزمالك عنده بطولات جايه. وفي نفس الوقت برضه عايزين زي ما بقول لكم نكرر تاني ان احنا نشارك في دوري ابطال افريقيا السنه الجايه باذن الله. كده انتهى الفيديو بتاع النهارده، متنساش تعمل لايك للفيديو ده
ولو انت جديد عندنا في القناه دعمكم بقى زملكاويه، كل واحد يعمل لايك ويشترك في القناه وسيب كومنت كده عرفني ايه تقييمكم الفيديو النهارده وايه المحتوى بتاع القناه. اهم حاجه دعمكم باذن الله عشان الواحد يستمر. سلام.